بسم الله الرحمن الرحيم. تنطلق مباراة الاهلي المصري امام فريق نادي ميدياما هنا في ملعب السلام. كرة تعود على طول محمد الشناوي، اغلبهم يعني لا يتخطى ل 24 عام. ادي امامنا اللاعب سوى، لعب في مباراة المنتخب الاخيرة امام جزر القمر، عدى خطير، عدى سوى ويبقى على طول. سوى موجود، لعب في مباراة اللي كانت في مروري امام جيم يانج. امامنا هو اللاعب اجي مانج اللي بيلعب في المقدمة. كرة امامية، اول فرص الاهلي، امام جمازة حلوة، هي في العارضة، كرة في العارضة الامام، ثم بالكهرباء، ثم امام، فرصة 3-1. حلوة الكرة، امام غمازة حلوة، والتألق مرة ثانية كريم الدبيس، الكرة الرأسية الخطيرة، وادي الضغط الاهلاوي، امام رأسية لكن يمسكها فيليكس. ضغط اهلاوي بشكل مميز جدا في بداية حلوة. النادي الاهلي بداية حلوة، كريم الدبيس بدأ يثبت اقدامه. الاهلي عنده العديد من الغيابات والعديد من الاسماء الغائبه. علي معلول اصابه في العضله الخلفيه. شوف امامنا الكره، شوف امامنا هنا كريم فؤاد قاسم مشترك هو وامام في هذه الكرات الخطيره اللي في بدايه المباراه. خطر انفراد، لكن يا ولد على محمد الشناوي ومالي وافريقيا الوسطى. ادي الكره العاليه وادي كرة عبد المنعم، وبص امامنا سوى عاملها بكعبه حلوة قوي، وانطلق اللاعب حميدو، لكن يا سلام على الخروج وعلى الثقة والثبات والتمركز بشكل مميز جدا. وادي الكرة الجميلة الحقيقة بتاعت مروان للنجم. بص بقى يا ولد يا امام، غمازها حلو قوي، امام علاها، ضربت امامنا اهو في العارضة مرتين، والثالثة كمان من امام. فرصة كبيرة، وادي الكرة الحلوة كريم الدبيس الى المميز جدا الحقيقة كريم فؤاد، ورأسية الكرة بشكل مميز قوي من سوى الى حميدو. الكرات الامامية، يا ساتر عدم التفاهم. اللقطة اللي فاتت امامنا اهو ياسر ابراهيم مع محمد عبد المنعم، وحكم اللقاء الف سلامة عمنا، الف سلامة لمحمد عبد المنعم. الكرة اللي فاتت في كده نوع من الارتباك شوية ما بين ياسر وما بين محمد عبد المنعم، ونتمنى ان شاء الله يكون سليم، ونتمنى ان شاء الله يكون سليم. ضمن البدلاء النهارده النادي الاهلي قلنا مصطفى شوبير، رامي ربيعه وقفشه وطاهر، وايضا صلاح محسن وطاو واحمد نبيل بين الاهلي والانديه الغنيه اللي كان اخرها طبعا امام نادي تشيلسي اللي الاهلي فاز في لقاء 4-1 وتعادل 1-1. انطلاقه حلوه قوي يا ولد، عدى كريم فؤاد، عدى كريم، رفع عينه، دور على كهرباء، عملها له حلوه من كريم فؤاد، لكن عدت لسه كره خطره. شحات يلعبها سهله، عدت لقاها كوره. بص الكوره يا ولد يا كريم فؤاد ما شاء الله. كريم فؤاد يعني كلما ظهر في اي مباراه بيكون له بصمه. عندما لعب امام السوبر امام الزمالك لا شيء كان سجل. عندما شارك في الموسم الماضي في عدد لقاءات طبعا في ظل اصابته كان جاب هدفين في معي مميز. استلام مره ثانيه هنا حسين الشحات، حسين يا ولد طلع من الجنب الشمال، امام يرفع عينه، امام حلوه، لكن الحارس مره ثانيه كريم فؤاد وحسين الشحات. يا ولد يا كريم فؤاد عامل اسيست رائع وفرصه ضايعه من حسين الشحات في الدقيقه 23 من عمر هذه المباراه. وادي استلام على طول الشحات، يسدد يا ولد على مرتين يمسكها فيليكس. حسين الشحات. الحلول الاهلي حقيقه عمل كل حاجه حتى الان، الا انه لم يسجل مع هذه الفرص. اللمسه الاخيره غايبه عن النادي الاهلي. عشان كده ما بنحكي على رؤوس الحربة بنتكلم على الاسماء وعلى النجوم وحتى على مستوى اللاعبين المحليين. شفنا مثلا احمد ياسر ريان ما خدش من نيوزيلاند، واتحاد جدة السعودي طبعا، ثم بعد ذلك ان شاء الله مع فلومينيزي لو تخطى هذه العقبه. كره حلوه من حسين الشحات، لكن مره ثانيه حارس المرمى يضغط حلو قوي كريم. الهدف الاول يقترب الاهلي، وفرصه كبيره، فرص كثيره الشحات وكريم فؤاد، ودفع على عينك يا مساعد الحكم، دفع على عينك يا تاجر زي ما بنقول، دفع هنا لكريم فؤاد. ادي كريم فؤاد، سلامات لكريم فؤاد. حسين الشحات، نشاط كده من الشحات، سلامات يا كريم، ثلاثة الخطير جدا اللاعب
سوا قويه الكره، خطيره الكره دي، خطيره الكره دي، كره سوا في الحائط البشري، لكن الاهلي تعامل مع هذه الكره بشكل مميز جدا وشالها محمد عبد المنعم، وفرصه يطلع يا ساتر الشناوي، لكن امامنا سلامات الكره اللي فاتت دي، يطلع محمد الشناوي لاعب واقع في ارض الملعب، الف سلامه لمحمد عبد المنعم، فرصه لكن حكم اللقاء بيوقف الملعب. تدخل من محمد الشناوي الكره دي، لان بص العاب، شوف العاب، ادي راسيه هنا دايما بيتقدم الكره دي رقم 14 اللاعب مامودو، ولازم هنا بقى كره اللاعب امامنا اهو اللاعب نور الدين عبد الله، ويطلع الشناوي بقى مش شايف، هو شايف الكره بس. على فكره دي الكره دي الشناوي يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار، تاني مره ايه الحكايه ده؟ امامنا ايه الكره الخطيره، ادي جماهير الاهلي، ادي الجمهور بيفوق اللعيبه، يقول له اصحى فوق، جماهير بالصح اللعيبه بتقول للعيبه لازم كله يصحى ويفوق في هذه اللحظه. فريق نادي ميدياما، فريق ميدياما في منطقه في جنوب غرب غانا، لا اللمسه الاخيره مش موجوده، هل بقى للرعونه، هل للتسرع، هل لعدم الاختصاص، عدم وجود راس حربه متخصص. امامهم في وسط الملعب مروان عطيه والي ديانج وامام عاشور، وفي الامام كريم فؤاد وكهربا وحسين الشحات. دي تشكيله الاهلي، على ايدنا اليمين الاهلي، على ايدنا الشمال فريق عبد المنعم، مرتين مره من ياسر ومره من الشناوي، وادي تسديده حلوه الكوره من امام، قويه الكوره الى ثالث ركله ركنيه. فيليكس في حراسه المرمى، في الدفاع 5 لاعبين، ممادو 14 وعبد الله 2 وكذلك اسماء 24 وكوجو 15، وفي الشمال حميدو، وسط ملعب منتي 8 واوريجا 13 وموسى 19، في المقدمه سوى 3 واجي مروان عطيه على الكوره ممادو، فرصه للتسجيل امامنا، كوره خطره جدا، اللاعب جوناثان سوى، في ارتباك، بص الكوره العرضيه، وادي امامنا سوى سد الكوره ترتطم في ياسر، هنا بقى لازم مروان لازم يشيل على طول، وتصل الكرة الى مامادو اللي ضيع فرصة كبيرة جدا للتسجيل في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني. دي للورقة الاولى اللي يدفع بيها، هل نرى قفشة ايضا في اللحظات القادمة؟ شوف امامنا هنا كيف يفكر مارسيل كولر، بتتأخر التبديلات وكهربا الرأسية، لكن لقاها فيليكس، ضربة رأسية بالكهربا، في نوع من الحذر امامنا. بص امامنا الاعادة، ادي كرة كريم فؤاد واحد من نجوم الشوط الاول، رأسية حلوة الحقيقة بالكهرباء، لكن جت في المكان اللي واقف فيه حارس المرمى الحارس فيليكس كابيس. لعب الجماعي كان ما ينقص الاهلي في الشوط الاول، كان في فرص ومحاولات، لكن من خلال مهارات فرديه ومن خلال، لكن بدا يحدث الربط وبدا يحدث التناغم، وبقى جماعيه قد تؤتي بثمارها ان شاء الله في اللقاءات القادمه. وهذه المباراه المهمه، المباراه الافتتاحيه، لكن كره عرضيه دايما كهرباء وسط وسط 3 4، وادي كره حلوه يا ولد دائما وابدا عنده الحلم وعنده الطموح للفوز بالالقاب، وعنده ايضا الرغبه في اسعاد هذه الجماهير. الاهلي الاصرار، الاهلي التحدي، العزيمه، عدم الرغبه اكيد في الهزيمه، والوصول من خلال الجماهير بقى ان تضع الفريق دائما في المقدمه. الكره الحلوه اللي فاتت الحقيقه بلمسه حلوه قوي من جانب كريم الدبيس، ادي كره محمد هاني الدفاع شالها، لكن بص كريم الدبيس واحده والثانيه يا واد 66، لسه قصه التعادل السلبي قائمه في هذه المباراه. تعود مرة ثانية، استلام على طول، إمام أخيرا كهربا يصطاد الكورة، كهربا أمامنا هو يا ولد على الكورة، إمام يسدد، وكهربا بقى ملهاش إلا كده، كهربا واقف كهربا واقف صح، يعيد الطيار إلى الهجوم الأهلاوي ويسجل كهربا قوية. وبص كهربا، بص الركنيه، الابعاد هذه المره من جانب اللاعب عبد الله، بص امام يسدد، وادي كهربا يا ولد، تحويل الكره بالراس بقى، لا فيليكس ولا اي حارس مرمى يقدر على هذه الكره، لان امام لعبها على فكره في منطقه المرمى، وجاي كهربا بتمركز رائع يسجل بضربه راسيه. كهربا هدف التقدم الاهلاوي بعد التبديلات اللي تمت، وبعد دخول بيرسي تاو ودخول قفشه، الجماعيه بدات تظهر والتنظيم بقى افضل على مستوى الاداء. وكراء لفريق نادي ميدياما، كرات العاليه راسيه، وكالمعتاد
وكالمعتاد محمد الشناوي. راسية مامادو رايحة في المقص لكن شالها، وادي فيرسي تاو. شوف بقى الكرة ترد بهجمة، ممكن تخلص قفشة. طلع راجل امام، طلع امام يلعبها حلوة الكرة لكن على طول يطلع كوجو. حلوة الكرة السريعة، حلو التبديلات اللي تمت بقفشة ودخول فيرسي تاو. عملوا هجمة حلوة قوي، كان ممكن يمرر لامام لكن هو لعبها حلوه قوي لكن تغطيه برضه ممتازه الحقيقه من جانب ايمانويل كوجو. لطفت فرصه مامادو الراسيه ترد بهجمه عن طريق قفشه ولكن يطلعها كوجو. وادي امامنا ادي الراسيه الخطيره. بص هنا الراسيه، شوف الراسيه ادي كهربا ما عملش الدور دفاعي مع اللاعب مامادو قمر الدين. مامادو راسيه خطره جدا لكن يا ولد اهلي مديامه بلوزداد ويانج افريكانز وتسديده راسيه هي عبد المنعم لكن فين؟ ادي محمد عبد المنعم. واحده من اللقطات اللي احنا بنحب نشوف فيها، محمد عبد المنعم. ضربه راسيه حلو عبد المنعم. محمد عبد المنعم. وادي مره ثانيه فرصه للثاني، ضيع كهربا والشحات يسجل. وادي امامنا اهو اكرم توفيق. الاحتفال بحسين الشحات. يسجل حسين الشحات. كهربا انفرد وضيع لكن حسين الشحات بقرار حلو قوي بالفرحه الكبيره امامنا اهو. ادي طبعا لعيبه الاهلي وتأييد لاهلنا في غزه وفي فلسطين. وبص الكره قطعها حلو قوي حسين الشحات ومرر لكهربا قال له خد الهديه. كهربا رفضها لكن المره دي حسين الشحات امامنا هو اللي من عنده الاساس ويسجل امامنا هنا القبل الماضي للمنتخب الاول بعد اصابه كان امام. مره ثانيه على طول هنا مقطوعه الكره، لعبت من اللاعب عبد الله احمد نبيل كوكا. اخر تبديلات الاهلي في اخر 5 دقائق. استلام قفشه لصلاح، حلوه لصلاح. فيرسي تاو. الفرص الضايعه تستمر من جانب الاهلي. مباراة الفرص الفنية ومدرب فني جديد لفريق نادي سيمبا التنزاني في منافسات هذه البطولة. فيرسي تاو. قفشه عمل اضافة وعمل هدف رائع. صلاح محسن الحمد لله على السلامة. الهداف لغته انه يسجل اهداف، ويسجل صلاح محسن لكن مع لمسه حلوه مع قفشه. البطاي راس كهربا في الدقيقه 66 وصلاح محسن. لكن بص قفشه يا ولدي، قفشه خلاص. مديامه تبعثر فريق مديامه الغاني لان المهارات والاداء الجماعي وبدا بقى يبقى في صانع لعب وفي لاعب بيوجه ولاعب بيكون محطه. ادي فيرسي تاو اللي عمل اضافه. تبديلات اللي غيرت كتير في اداء الاهلي. تبديلات الاهلي صحيح امامنا اهو ما فيهاش صعوبه انك تضع التشكيل المناسب. تملك هذه الاسماء، مدرب مميز جدا، اداره بتوفر كل ما يطلبه مارسيل كولر وانتظار